كيف تصير محترف بخطوتين بس. خطوة اللي لازم تركض بعدين ترفع الايم بكون هيك سبوت هيت شوت. وكان معكم علوش والى اللقاء. خلص المقطع. لا الموضوع مش بهالسهولة. يعني مو اذا فت على التدريب وضربت لك ضربتين هيت شوت صرت حريف. عندك وايت 444 لاعب عربي بامكانه يقتل سكواد كامل بخمس ثواني بس مثل ما سمعت. وباخر مقطع تحدى 4 هاكرات وغلبهم. انت متخيل 4 هاكرات وغلبهم؟ يعني كل اليوتيوبر قالوا انه وايت هاكر. طيب راح تقول لي يا علوش وايت بيلعب بالبي سي وهيك. طيب في عندك مستقعدين بيلعب بالهاتف وحريف. يعني كيف تصير لعيب مثل هالمستقعدين مثلا؟ طيب اصدقائي قبل ما نبلش فيديو حطوا لنا لايك هذا الفيديو واشترك بالقناه لانه 95% من المشاهدين ما مشتركين القناه. مدري ليش بتقول انا عامل لهم شيء. المهم ما علينا. هلا ما بنطول عليكم بترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعه. شفتك ما اشتركت اشترك بالقناه. طيب مثل ما انكم شايفين اول شيء خلينا نفترض انك هيك نوب ما بتصيب هيت شوت وهيك بتمشي بالسلاح مثل النوبات. هي خطوات موتات وهيك بتركض بالسلاح مثل النوبات. يعني هيك بتصير بطيء حتى بيدعوك هيت شوت خالصين. طيب لحتى تتخطى هيك هذا الشيء وتصير حريف لازم تركض من دون سلاح. راح تقول لي يا علوش بلكي اجاني خصم. متى ما اجاك خصم مباشرة بتمسك بايدك السلاح مباشرة. ومثل ما انكم شايفين حتى هيك تتخطى هاي السالفة انك تصيب بربرة. طيب رح نفترض انك هيك مسكت النقار بعد 5 7 8 10 ضربات لحتى تصبت هيت شوت. هذا الشيء ايضا غلط. هلا رح نعلمكم طريقة اسطورية حتى تصيب باي سلاح بدك اياه سواء شotgun يو ام بي بي 14 كل الاسلحة اللي بدك تلعب فيها. طبعا اول شيء واهم شيء لازم تظبط اعداداتك حسب ما بدك. يعني مو تجيني بوت وما بتعرف تمشي. لازم اعداداتك تكون نظامي 100%. لحتى تصيب هيت شوت لازم تحط النقطة الحمراء فوق جسم الخصم. طبعا هذا المثال مثل ما انكم شايفين في حال كان واقف الخصم بهذا الشكل. اما في حال كان الخصم جايك من على اليسار وكان عم يركض راح ترفع الايم من على اليسار وتخبزي هيت شوت بهذا الشكل. ونفس الشيء بيرجع من على اليمين مثل ما انكم شايفين. جاني هذا الخصم من على اليمين ورفعت الايم من يمه ونفضت هيت شوت. هلا بننتقل لسلاح الشوتجن. سلاح اسطوري اكثر الناس بتستعمله بلعبه فري فاير. مثل ما انكم شايفين بدايه لحتى تصيب بسلاح الشوتجن هيت شوت لازم تبرم اللاعب بهذا الشكل مثل ما انكم شايفين او لازم تحركه بالقليل نتفه صغيره. طبعا ضروري لازم تحط نقطة الحمراء جنب الخصم وبعدها زر الاطلاق لازم تنزله لتحت وبعدها ترفعه لفوق وبعدها بتصيب معك هيت شوت 100%. طبعا هلا لازم نحكي على اهم شيء واللي هي الحساسيه. الحساسيه لازم تعرفها ضروري جدا. مثل ما انكم شايفين في عندك العام هاي حسب نوع الجهاز وحسب سرعه الهاتف. مثل ما انكم شايفين في عندك سرعه التحريك في الشاشه. مثل ما انكم شايفين في حال حركته بسرعه او ببطء راح يفرق معك في الهيت شوت. هلا في حال انا حطيته على النص انا كنت حاطته اصلا على النص. في حال حطيته سريع راح يصير معي كمبيوتر نظامي لانه هاتفي سريع شوي. مثل ما نكون شايفين هاي بتعتمد على حسب نوع الهاتف فاذا كان بطيء ولا سريع. ولازم شوي تلعب بالدي بي اي مثل ما نكون شايفين. كلها لك تحطها على خيارات المطور تنزل على الدي بي اي وتعليه شوي. اوعى تعليه كثير لانه راح يفرمت لك الهاتف. هحطه على 350 450 لا تطلع فوق ال 500 خالص. طبعا بعد ما حكينا على العام هلا بنيجي على النقطة الحمراء. النقطة الحمراء ضروري جدا لحتى تحسن ايمك في الهيت شوت. مثل ما انكم شايفين في عندي هذا الخصم على سبيل المثال حطينا النقطة الحمراء على جنب الخصم مثل ما انكم شايفين. بعدها في حال انا رفعت الهيت شوت لفوق بهذا الشكل اذا علت معاي فوق الراس راح وطي الايم شوي. اذا نزلت لتحت راح عليه شوي مثل ما انكم شايفين. هلا عم تعلى معاي شوي بهذا الشكل مثل ما انكم شايفين. في حال علت معك كتير راح توطيه شوي. في حال ما على معك نظامي 100% حسب الهيت شوت اللي عم يجي معك حاليا. مثل ما نكون شايفين هلا حاليا الهيت شوت مقبول 100% مثل ما نكون شايفين. في حال ما عجبك الوضع نزل شوي. في حال حسيته انه ما صار علي شوي. انت فيك تتحكم في الايم والحساسيه مثل ما نكون شايفين. هاي على التجريب بتصير معك. مثل ما نكون شايفين انا حاليا كنت حاططها على ال 50% يعني نص بالنص. في حال حطيتها
100% راح يفقد معك السيطرة على الايم، وما راح يصيب معك هيتشوت نهائيا. مثل ما انكم شايفين خير الامور اوسطها، حطها على النص. هلا احنا حكينا اهم شيء هي العام، حساسية العام وحساسية النقطة الحمراء، هي اهم شيء بتفرق معك بالهيتشوت. الباقي الحساسية ما بيهمنا. في عندك سكوب، ضرب 2، ضرب 4، حساسية القناصة، حساسية نظر الحرة، كل هاي ما بتفيدنا، لانه هاي في حال فتحنا السكوب راح يفرق معنا في سرعة المؤشر او سرعة الهيتشوت. المهم مثل ما انكم شايفين هيك حكينا على سرعة النظامية، لازم تضبطها على حسب نوع جهازك. السرعة بتفرق معك كتير بالهيتشوت. مثل ما انكم شايفين بتتدرب عليها في ساحة التدريب، بتنزل بتقتل في كلاس سكواد مفيدة كمان. وفي نقطة مهمة لحتى تصير سريع في اطلاق الثلج. انا في حال كنت عم تلعب بالرومات راح تنفذها كتير مباشرة. اول شيء راح تضرب الخصم، بعدين راح تحط ثلجي، والخطوة الثالثة راح تحط زر القص، وبعدين راح تخبز الثلجي على الارض مباشرة. اكرر هاي العملية، هي عملية مثل ما قلت لكم راح تنفذ هاي الاربع خطوات. اول شيء تضرب الخصم، بعدين تحط ثلجي، بعدين تحط قص، بعدين تضرب الثلج على الارض مباشرة. تعود عليها في ساحة التدريب. وهلا بترككم مع لقطات قصدي لقطاتي انا. Taking you to Malibu tonight. Hop in, baby, we can take a ride. Give you what you dream of. With me inside, you lose control. It's not what it seems on the low. Baby, don't worry what you don't know. Give you what you dream of. Give you what you dream of. I know it's hard to believe. I'll give you what you need, and baby, we can